أنا ماشي في الحتة القديمة اللي ورا السوق في المرج، دخلت خرابة مهجورة كان شكلها مرعب، ولقيت جواها كتاب غريب مرمي على الأرض، عليه تراب كتير وغلافه متقطع ومرسوم عليه رموز ما فهمتهاش، بس حسيت إن في حاجة جوايا متشدني أقراه. أول صفحة فتحتها في الكتاب حسيت إني مش لوحدي في المكان. الهوا وقف والشمعة اللي كانت منورة جنب الباب طفت فجأة، وكل ما بقرا جملة من اللي مكتوبين بصوت عالي بحس إن في حاجة بتحصل حواليا من غير ما أفهم هي إيه بالظبط. ما لحقتش أقفل الكتاب إلا وصرخة عالية خرمت وداني جاية من بيت الجيران، ولما جريت أشوف فيه إيه لقيت عم فتحي واقف قدام بيته اللي مولع نار فجأة وبيصرخ، ما هو شايف عياله جوه مش قادر ينقذهم. وكل ده حصل بعد ما قريت كلمة واحدة بس. قعدت جري على البيت وأنا قلبي بيرفرف، وقبل ما أقفل الباب ورايا سمعت صوت خطوات ورايا. لفيت بسرعة لكن مفيش حد، بس كان في برد مفاجئ داخل في جسمي، كأن في حد بيبصلي من الركن المظلم في الأوضة. قعدت على السرير وبدي أقنع نفسي إني بتوهم، لكن وأنا ببص ناحية الكومودينو شفت الكتاب لوحده بيتفتح والصفحات بتتقلب بسرعة من غير ما حد يلمسه، وكأن حد مستعجل يوصلني لحاجة. ساعتها وأنا حاسس إني مش لوحدي، كل مرة أبص في المراية ألاقي وشي مش زي ما هو. وفي يوم شفت ورايا حاجة شبه ظل بني آدم طويل واقف بيتنفس ورا ظهري، بس لما لفيت اختفى في ثانية كأن ولا كان. صحيت من النوم على صوت تكسير جاي من المطبخ وقلبي كان بيدق بسرعة. مسكت الموبايل وفتحت الكشاف ومشيت ببطء ناحية الصوت، ولما دخلت المطبخ لقيت بنت صغيرة واقفة قدام التلاجة، شعرها نازل مبلول على وشها ولبسها كله مبلول، وشها شاحب وعينيها فاتحة جامد. بس الغريب إنها كانت شبه أختي الصغيرة وهي طفلة، مع إن أختي دلوقتي متجوزة وسايبة البيت من سنين. البنت اللي كانت واقفة قدام التلاجة رفعت راسها ببطء وبصت لي من تحت شعرها المبلول وقالت بصوت مش صوت طفل خالص: لسه فاكرني؟ حسيت برجليا بتتشل وقلبي بيدق زي الطبول، وهي بدأت تمشي ناحيتي بخطوات تقيلة وهدومها بتقطر مية. أول ما حاولت أرجع خطوة لورا النور قطع فجأة وكل حاجة بقت سودة، والموبايل اللي في إيدي فصل كأنه مات. واللحظة اللي سكت فيها كل صوت سمعت نفس الصوت بيقرب تاني، بس المرة دي كان ورا ظهري بالظبط بيهمس اسمي: عيسى، بصوت ناعم ومخنوق. جيت بأقصى سرعة ناحية باب الشقة وقلبي بيخبط في صدري. مسكت المقبض علشان افتحه، بس الباب كان متثبت كأنه معدن مصبوب. سحبت بكل قوتي بس الباب ما كانوش بيتحرك، وفجأة الباب خبط لوحده خبطتين تقال، والجو بقى ساكت لدرجة سمعت نفسي بتنفس. قفت أبص للكتاب وهو بيقلب لوحده لحد ما وقف على صفحة فيها صورة واحد معرفوش وتحتها كلمة واحدة بس: الدور عليك.